واحدة بدوية قالت لي هاتي فلنة جوزك المتقطعة القديمة دي اللي انت ناوية ترميها وتعالي اقولك ازاي ترجعي شباب في سن ال20 حتى لو عمرك عدى ال40 وهتدعيلي. كلنا عندنا فلنات قديمة ومتقطعة وما بنستخدمهاش او ناويين ان احنا نرميها كده في المطبخ. تعالي بقى اقولك ازاي ترجعي شباب في سن ال20، وبجد الطريقة دي هتعجبك. ازاي تحتفظي بالفيديو ده علشان اكيد هتحتاجيه في يوم من الايام. وما تنسيش تصلي على رسول الله في التعليقات، وخلينا كلنا نكسب حسنات ولايك حلو منك يا قلبي. وتعالي ندخل مع بعض والفكرة، وجمعي كل الفلينات القديمة عندك وتعالي ورايا. اول حاجة في طاسة قديمة عندك هتبتدي ان انت تحطي كده شوية ملح الاكل بتاعنا العادي، وعلى نار هادية خالص هتسيبي كده الملح لمدة ثواني، تقلبيه كده تقلبتين. وقبل ما الملح يسخن معايا، وما تنسيش ان انت تبقي مهديه النار، يعني النار تبقى عامله معاكي كده زي الشمعة، تمام. هتروحي على طول هتجيبي حبه البركه او الحبه السوداء، وهتحطي منها معلقه صغيره، تمام. وهتقلبي بقى المكونات دي كويس جدا. كل مره هتقلبي المكون اللي انا هحطه كويس جدا مع الملح لمده دقيقه. بعد كده هتجيبي القرنفل، وبرده هتسيبيه لمدة دقيقة تاني مع الملح وحبة البركة. يبقى أهم حاجة إن انتي كل مكون بنحطه بنسيبه ونسخنه كويس لمدة دقيقة مع الملح. وبعد كده هتحطي شوية من الفلفل الأسود، ممكن تحطيه بودر أو ممكن تحطيه حصى. هتلاحظي إن الملح بدأ يسخن معايا وبدأ لونه يغير زي ما انتي شايفة كده. اول ما تلاقي الملح بدأ يدخن معايا ولونه يغير للون الاصفر، هتحطي بقى شوية كده من ورق الغار او ورق اللوري زي ما انت شايفة. وهتقلبي بقى المكونات دي كويس جدا. عايزة اقولك ان المكونات دي بقت سخنة جدا مع الملح، والفايدة بتاعتها كلها نزلت مع الملح والأعشاب اللي احنا حطيناها. بعد كده بقى يا ست الكل هتجيبي الفلنة، أي فلنة بقى موجودة عندك، فلنة جوزك، فلنة ابنك، أي فلنة قديمة، بدل ما ترميها جربي بقى معايا الوصفة دي. هتحطي فيها بقى المكونات زي ما انت شايفة. ولازم طبعا احنا بنستخدم الفلنة ليه؟ عشان تكون قطن وتكون خفيفة كده، وهقولك دلوقتي فايدتها ايه معايا. بصي بقى، شايفه الدخان ده؟ شايفه الدخان اللي طالع من الخلطه بتاعتنا؟ هو ده اللي انا عايزاه. عشان كده بقولك استخدمي فانلة قديمه تكون قطن، تكون بتاع جوزك او بتاع ابنك، تمام. شايفه لازم تستخدمي بقى الوصفه دي وهي بتدخن كده معايا وهو الدخان طالع. هتروحي تجيبي بقى تعملي ايه؟ هتجيبي معلقه من زيت الزيتون، معلقه من زيت الزيتون، وتدهني بيه المفاصل بتاعتك والركب، واللي عنده خشونه مفاصل واللي عنده تعب في العظم. عايزه اقول لك بقى الوصفه دي بعد ما تدهني زيت الزيتون هتحطي كده الفانلة وهي مدخنه وبتدي لك كده سخونه ودفى. هتحطيها على رجلك او على ركبتك او الاماكن اللي بتوجعك او اللي عندك فيها خشونه. بجد هتحس ان الالم اختفى في ثواني. والواحده اللي عندها 40 سنه ورجلها خلاص مش قادره تقف عليها وتحس ان هي كبرت بدري بدري، لا هترجعي في سن ال20 عظمك هيخف وهترجعي شباب تاني. وهتدعي لي الوصفة دي من واحدة بدوية، بجد حلوة جدا لخشونة المفاصل والركب وآلام العظام، والنتيجة فورية على طول، مسكن قوي جدا. عايزاكي تجربي الفكرة دي وتشيريها على صفحتك الشخصية. وتعالي نشوف الفكرة اللي بعد كده. تعالي اقولك على سر قال لي عليه العطار العجوز. قال لي حطي قشر الموز في البطرمان، ده سر محدش يعرفه كتير. قشر الموز ده كنز في بيتك، اوعي ترميه. هاتي كده البطرمان وحطي كده قشر الموز وحوشيه. وتعالي بقى اقولك على سر معظم الستات ومعظم الناس ما تعرفوش. قلت له ماشي. قال لي قشر الموز ده اغلى من الذهب. عايزه اقولك بعد الفيديو ده مش هتفرطي في اي قشر موز تاني. شيري الفيديو ده على صفحتك الشخصية عشان الوصفة دي مفيدة وناس كتيرة عايزاها، وإن شاء الله يدعولك بإذن الله. هاتي كده قشر الموز وتعالي نبدأ مع بعض الفيديو. بس ما تنسيش اللايك، وتعالي نصلي على رسول الله في التعليقات، وتعالي نشوف هنعمل ايه في قشر الموز. هتجيبي كده قشر الموز، وهتجيبي اي برطمان يكون نضيف، وهتحطي قشر الموز زي ما انت شايفة. وهتجيبي مية دافية، مش ما تكونش مية سخنة قوي، انا عايزة مية دافية، تمام. وهتمليها كده لحد ما تغطي قشر الموز كله، وتقفلي عليها وتسيبيها لي بقى كده ليلة كاملة على رخامة المطبخ لحد ما المية يبتدي لونها يغير. كل ما تسيبيه اكتر كل ما الخلاصة بتاعت قشر الموز مع المية الدافية هتنزل زي ما انت شايفة كده في البطرمان. بصي، كل مرة المية بدأت لونها يبقى غامق، بصي مية بدأت يغمق لونها. هسيبها تاني تكمل نص اليوم ونشوفها بكرة بإذن الله.
بصوا بقى كده يا بنات، بعد ما قعدت يوم كامل زي ما انت شايفه الميه بقى لونها غامق ازاي، وخلاصه الموز كلها نزلت جوه الميه. طيب هنعمل ايه تاني؟ هجيب بقى كده شوكه كده، خلاص قعدت يوم كامل عدى عليها 24 ساعه. هجيب قشر الموز زي ما انت شايفه وهشيله من الميه بالشكل ده. بعد كده هاخد بقى الميه دي واحط عليها معلقه من الروزماري. القشر طبعا ده خلاص مش عايزينه، اكليل الجبل او روزماري على حسب ما بتقولوه عندك في بلدك، قولوا لي انت في بلدك مسمياه ايه. وهتحطي كمان ورق الغار، وهتقلبي المكونات دي كويس جدا مع بعض، وهتقفلي البطرمان كويس. وهنعمل بقى خطوة مهمة جدا، لازم علشان تنزل كل خلاصة الأعشاب اللي احنا حطيناها مع مية الموز، هتجيبي كده حلة استانلس وهتحطي فيها مية سخنة بتغلي، وتحطي فيها البطرمان بالشكل ده، وهتغلفيه بورق الفويل كأنه بيغلي بالظبط، بس طبعا مش هترفعيه على النار. تمام. هتسيبيه كده، وكل ما المية تبرد والبخار اللي جوه ده، بصي البخار ده اللي طالع ده، كل ما يبرد وخلاص كده عدى عليه مثلا ساعة وبرد، ترجعي تاني تحطي مية سخنة. هتعملي العملية دي حوالي مرتين بس، وبعد كده خلاص انت كده عملتي احسن حاجة. بجد العطار ده ربنا يبارك له قال لي عليها، قال لي استخدمي معاه معلقة من زيت الزيتون، وبعد كده خليه معاكي كده في التلاجة ممكن، او تخليه على الرخامة، خلاص الجو بدأ يبقى شتاء. وهتجيبيه كده ببخاخة زي ما انت شايفة، وتبتدي ان انت تستخدميه قبل الشاور. بيطول الشعر وكمان بيغذيه، وكمان بيديله نعومة رهيبة. لو انت شعرك ناعم هتحس ان هو شعرك بقى طري جدا، وفي نفس الوقت تقيل كده وحلو. جربيه وهتدعي. وتعالي بقى نشوف تاني فكرة معانا في الفيديو.